بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزاي نضع أهداف السنة الجديدة؟ وضع أهداف السنة الجديدة مش محتاج تعقيد ولا ضغط، هو محتاج صدق مع نفسك وخطة بسيطة. خليكي معايا خطوة بخطوة بأسلوب سهل. أولا، اقفي مع نفسك وقفة صادقة. اسأل نفسك، السنة اللي فاتت علمتني ايه اكتر حاجة فرحتني، وايه اكتر حاجة وجعتني ومش عايزة تتكرر. مش علشان تفتحي جراح، علشان تفهمي نفسك. ثانيا، اختاري مجالات محددة، ما تكترش اهدافك علشان ما تتكسريش في النص. اختاري من 4 ل6 مجالات بس. زي ايه؟ علاقتك بربنا، صحتك النفسية، صحتك وجسمك، بيتك وأسرتك، شغلك أو دخلك، نفسك وشكلك. ثالثا، خلي الهدف واضح وبسيط. بدل ما تقولي عايزة أبقى أحسن، قولي عايزة أقرأ قرآن 10 دقايق يوميا، عايزة أمشي 3 مرات في الأسبوع، عايزة أتكلم مع نفسي بلطف مش جلد ذات. الهدف لازم يكون واضح وقابل للتنفيذ وواقعي. اقسمي الهدف لخطوة صغيرة، مش مهم تبدأي كبير، المهم تبدأي. مش لازم تخسي 20 كيلو، ابدأي ب1 كيلو. مش لازم تبقي مثالية، خليكي ملتزمة مش كاملة. خامسا، اكتبي أهدافك، اكتبيهم بإيدك أو في نوتة مخصوصة، واكتبي جنب كل هدف ليه الهدف ده مهم ليا، ليه هو اللي هيكمل معاكي لما تتعبي. سادسا، سيبي مساحة للرحمة. في أيام هتقعي عادي، في شهور هتأثري طبيعي. السنة مش سباق، دي رحلة. قولي لنفسك هحاول تاني من غير جلد ذات. وانت داخلة على سنة جديدة، قبل ما تمسكي ورقة وتكتبي أهداف، محتاجة تقفي لحظة مع نفسك، مش علشان تحاسبيها بقسوة ولا علشان تعاتبيها، لكن علشان تسمعيها بصدق. نفسك اللي تعبت، اللي حاولت، اللي وقعت وقامت، واللي ساعات كانت ماشية على آخرها ومكملة علشان اللي حواليها. السنة الجديدة مش باب سحري هيفتح فجأة، لكنها فرصة انك تبص لنفسك بنظرة مختلفة، نظرة أحن. الأهداف مش لازم تبقى كبيرة ولا صخبة، ولا لازم تبهري بيها حد. الهدف الحقيقي أحيانا بيبقى انك تصحي الصبح وانتي أقل خوف، أقل جلد ذات، انك تتعلمي تقولي كفاية للحاجة اللي بتستنزفك، وحاضر للحاجة اللي بتطبطب عليكي. السنة الجديدة ممكن تبقى سنة تصالح مع نفسك قبل أي حد. يمكن هدفك يكون انك ترجعي تحسي بقيمتك، مش من كلام الناس ولا من رضاهم، لكن من إحساسك انك بتعملي اللي تقدري عليه بضمير. يمكن يكون هدفك انك تقربي من ربنا بهدوء، من غير ضغط ولا مقارنة. تقربي وانتي عارفة ان ربنا مش مستني منك الكمال، مستني منك الصدق. دعوة طالعة من قلبك ممكن تغير أكتر من 1000 وعد على ورق. الأهداف كمان مش دايما أرقام ولا إنجازات، ساعات تبقى مشاعر. إنك تبطلي تأجلي نفسك، إنك تبطلي تكسري في نفسك بكلام قاسي، إنك تسمحي لنفسك تتعب من غير ما تحسي بالذنب. يمكن هدفك إنك تبقي موجودة في حياتك، مش بس بتجري فيها. تشوفي أيامك، تحسي بلحظاتك، وتفرحي بالحاجات الصغيرة اللي كنت بتعدي عليها من غير ما تاخدي بالك. السنة الجديدة مش وعد إن كل حاجة هتبقى سهلة، لكنها فرصة إنك تختاري تكوني أهدى. تختاري إنك لما تغلطي تعترفي وتكملي. تختاري إنك ما تربطيش قيمتك بنجاح يوم أو فشل يوم. الأيام بتعدي، لكن اللي بيفضل هو إحساسك بنفسك وإنتي ماشية فيها. وخلي بالك، الأهداف مش سلاسل تربطك، دي نوايا تطمنك. مش لازم تمشي مستقيم طول السنة،
كفاية انك كل مرة تلاقي نفسك بتبعدي ترجعي. السنة الجديدة مش بداية مثالية، لكنها بداية صادقة أقوى من أي كمال مزيف. ابدأي السنة وانتي ناوية تبقي أحن على نفسك، أقرب لربنا، أصدق مع مشاعرك، وأهدى في نظرتك للحياة، والباقي هيجي لوحده في وقته بالشكل اللي ربنا شايفه خير ليكي. السنة الجديدة مش تاريخ بيتغير، السنة الجديدة قرار داخلي، قرار انك ما تكمليش بنفس النسخة المتعبة اللي كانت ساكتة على وجعها ومكملة غصب عنها ومستنية الدنيا تهدى علشان ترتاح. الحقيقة ان الدنيا عمرها ما بتهدى، اللي بيهدي هو قلبك لما تختاري نفسك بجد. اقصى حاجة الانسان يعملها في نفسه انه يعيش سنة ورا سنة وهو شايف ان التعب ده عادي، وان الوجع ده طبيعي، وانه لازم يستحمل علشان ما يبانش ضعيف. لكن القوة الحقيقية مش في التحمل على طول، القوة في انك تعترفي انك تعبانة وانك محتاجة تتغيري علشان تفضلي واقفة. السنة الجديدة ممكن تبقى سنة انقاذ لنفسك قبل اي حد. مش لازم السنة دي تثبتي انك شاطرة ولا ناجحة ولا مثالية، كفاية تثبتي انك واعية بالحاجات اللي بتوجعك وبتسكتي، واعية بالناس اللي بتاخد اكتر ما بتدي، واعية بالعادات اللي بتسحب منك روحك واحدة واحدة. الوعي ده هدف لوحده وأقوى من أي إنجاز خارجي. يمكن السنة اللي فاتت كسرت فيكي حاجة، يمكن خذلتك أو أخرتك أو سرقت منك حماسك، بس الحقيقة الأقصى إنك لسه واقفة رغم كل اللي حصل، وده لوحده إنجاز ما يتكتبش فيه أي بلان. مش وعد بالسعادة، لكنها فرصة إنك تبطلي تحاربي نفسك. خلي نيتك في السنة الجديدة إنك ما تهمليش صوتك الداخلي لما يقولك تعبت تسمعي، لما يقولك كفاية تقفي، لما يقولك كملي تثقي فيه. مش كل الناس لازم تفهمي، ومش كل اللي حواليكي لازم يوقفوا اختيارك. اللي يهم إنك تبقي صادقة مع نفسك، لأن الكذب عليها بيكلفك سنين. السنة الجديدة ممكن تبقى سنة قرب من ربنا، مش بالكلام الكتير لكن بالصدق، انك ترجعي ليه وانتي مكسورة، مش متظبطة، تعبانة، مش قوية. لان ربنا عمره ما طلب منك تبقي كاملة، طلب منك تبقي قريبة، واللي قريب عمره ما بيضيع. اوعي تدخلي سنة جديدة بنفس القسوة القديمة، ما تعمليش من الاهداف صوت تجلدي بيه نفسك، خليها دعوة هادية. يا رب خليني أحسن مش أقصى، يا رب خليني أختار الصح حتى لو كان صعب، يا رب خليني أكمل من غير ما أضيع نفسي في الطريق. وفي الآخر افتكري إنك مش متأخرة ومش أقل من حد ومش فرصة ضاعت، انت رحلة والرحلة لسه مكملة. والسنة الجديدة مش بداية حياة جديدة، لكنها بداية فهم جديد لنفسك، وده أقوى بكتير من أي بداية تانية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.